اسكندرية مارية وترابها زعفران، وكل رملة فيها تحكي حكاية. اليوم قصتنا من حي راق أنيق يحمل اسما من رموز السياسة المصرية، حي رشدي. مع نزوح الكثير من الأسر إلى مصر، وفدت إحدى الأسر الألبانية مع محمد علي باشا على رأس الأسرة المالكة. وفي عام 1863 ولد طفل جميل لتلك الأسرة، أسرة محمود حمدي، الكاتم الثاني لأسرار وزارة الداخلية ومحافظ القاهرة ووكيل الداخلية. الطفل كبر وأكمل تعليمه في باريس على نفقة أهله، ثم انضم للبعثة الحكومية في فبراير عام 1883، وبعدها بعامان حصل على ليسانس الحقوق من جامعة السربون، ثم الدكتوراه من مدرسة باريس العالية، ونال دبلوم كلية العلوم السياسية من باريس. عام 1892 أمر الخديوي عباس حلمي الثاني باستدعائه إلى مصر للاشتراك مع أحمد شفيق رئيس الديوان الخديوي في وضع تقرير شامل عن حالة التعليم في مصر. الشاب كان متفوقاً دراسياً ومهنياً. بدأ حياته المهنية كموظف بسيط في وزارة المالية، ثم انتقل لنظارة المعارف، وبعدها أصبح قاضي في المحاكم المختلطة ومستشار بمحكمة الاستئناف، فتدرج في المناصب حتى أصبح وزيراً للري، وزيراً للعدل بعد ذلك، ثم وزيراً للخارجية. وفي عام 1914 تولى رئاسة مجلس النظار، إذ كان صوته دائما مناصر للاستقلال ورافضا الحماية البريطانية. فعندما أصبح نائبا للخديوي رفض إصدار أي قرار باسم الاحتلال. إنه حسين رشدي باشا، السياسي المصري البارز ورئيس وزراء مصر 4 مرات. حي رشدي اليوم يعتبر من أرقى أحياء شرق إسكندرية، شوارع هادية، عمارات كلاسيكية، وبقايا من القصور الأثرية التي تحمل الكثير والكثير من القصص المثيرة منها. قصة القائد البريطاني الذي اشترك في الكثير من الحروب، منها حرب البوير في جنوب أفريقيا والحرب العالمية الأولى. قاد الحملة البريطانية على فلسطين، فقد انتصر على الإتراك واستولى على القدس وسوريا بكل قوة. عام 1919 تم تعيينه كمندوب سامي في مصر. إنه المارشال إدموند هنري ألنبي، فقد كان المندوب السامي البريطاني يسكن في حي رشدي، وشارع المارشال اللنبي كان الأشهر. لكن بعد توقيع معاهدة 1936 حدد إقامة الجيش البريطاني داخل مدن القناة، فانتقل الجيش البريطاني إلى مدينة السويس. وكان كفر أحمد عبده بين وابور تكرير المياه الخاص بالقوات البريطانية وبين معسكرات هذه القوات الواقعة شمال المدينة. فأرادت القيادة البريطانية أن تشق طريقاً بين هذه المعسكرات ووابور المياه. قاوم الأهالي الجيش البريطاني مقاومة شديدة حتى فشلت بريطانيا في إقامة هذا الطريق، واستشهد الكثير من الأهالي وهم يحاولون منع وصول الإمدادات للقوات المحتلة. وفي عام 1951 وفي حركة نكاية بريطانية صدر قرار من حكومة الوفد وصدق عليه الملك فاروق الأول بمرسوم ملكي بتغيير اسم الشارع من اللنبي لكفر عبده، عرفانا وتقديرا لأهل السويس المناضل المقاوم للاحتلال البريطاني. فأصبح المقر البريطاني بالإسكندرية في شارع كفر عبده، سخرية للتاريخ. ومن أشهر المعالم في حي رشدي شاطئ تم صناعة كبائنه من الخشب عام 1932، وبقي حتى أصبح رمز من رموز الإسكندرية الساحرة. شاطئ يحمل اسما مميزا، اسم الرحالة الإنجليزي هنري مورتون ستانلي، مكتشف منابع النيل. حي رشدي مش بس حي جميل في الإسكندرية، ده صفحة من صفحات تاريخ مصر.
من السياسيين والقصور والمعمار والشوارع اللي تشهد على مقاومة المصريين. إذا أعجبتكم القصة لا تنسون الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد عن التاريخ المصري والأحياء والشوارع المصرية. واكتب لنا في التعليقات مقترحاتكم عن القصة القادمة.